أهلا بكم. دايما في السياسة بنركز على اللي بيحصل، القرارات، الأحداث الكبيرة، بس يعني أوقات كتير القصة بتكون في اللي ما بيحصلش، في الغياب، في الصمت. وده بالظبط اللي هنتكلم فيه النهاردة لما نبص على صيف 2025 في الجزائر. فترة كانت صعبة فعلا على الجزائر جدا. يعني البلد كان بيواجه تحديات. فاجعة حافلة وادي الحراش كانت لسه حاصلة، غير المشاكل الاقتصادية والسياسية. وفي وسط كل ده كان في سؤال واحد يعني بيلح في كل مكان: فين الرئيس عبد المجيد تبون؟ بالظبط. والمثير هنا إن الرئاسة يعني ما كانتش صامتة تماما بالمعنى الحرفي، لا، هم أصدروا بيانات مكتوبة ورسائل تعزية، وحتى رسالة بمناسبة اليوم الوطني للمجاهد. الإجراءات الرسمية كانت موجودة وموثقة. يعني الشغل الإداري كان ماشي. تمام، لكن الحاجة اللي الكل كان مستنيها، الشارع الجزائري تحديدا، هو الحضور، الصورة. الرئيس ما طلعش على التلفزيون، مفيش كلمة مصورة ولا حتى يعني لقطة من اجتماع. الغياب ده، غياب الصورة، هو اللي حول الموضوع من مجرد إجراءات مكتبية عادية إلى لغز كبير شغل الناس كلها. وده هو صلب نقاشنا النهاردة. هنعتمد على مصدر معانا هو نص تفصيلي الفيديو بيحلل الفترة دي بالذات، ومش هدفنا نقدم إجابات نهائية على فكرة، يعني محدش يفتكر كده. صحيح. الهدف هو نستكشف إزاي غياب شخصية عامة، خصوصا رئيس الدولة، ممكن يتحول من مجرد فراغ إجرائي لقضية رأي عام، وإزاي الشائعات بتكبر قوي في الجو ده وممكن تبقى أقوى من الحقائق. خلينا نبدأ من الأول، من الشرارة، الحادثة المأساوية اللي سلطت الضوء على الغياب ده. تمام. الشرارة كانت يوم 15 أغسطس 2025، حادثة الحافلة المروعة في وادي الحراش في العاصمة. الحادثة دي خلفت عشرات الضحايا، وكانت صدمة كبيرة للبلد كله، لحظة حزن وطني حقيقية. وطبعا في ظروف زي دي، في لحظات الألم الجماعي دي، الناس بتتوقع أو يمكن بتحتاج تشوف رئيسها، تسمعه مباشرة. أكيد. يعني كلمة عزا، خطاب مواساة، حتى لو بس ظهور رمزي كده يبين إن القيادة معاهم، حاسة بيهم. لكن اللي حصل كان مختلف. الرد الرسمي الأول كان إيه؟ بيان مكتوب نزل على وكالة الأنباء الجزائرية. بالظبط. أعلنوا وحداد وطني 3 أيام ونكسوا الإعلام. يعني البيان كان واضح إدارياً، بس زي ما قلتي غياب الصوت والصورة ده ساب إحساس بالفراغ عند ناس كتير قوي. حسوا إن في حاجة ناقصة في التعامل مع كارثة بالحجم ده. طيب، هل ده مجرد بروتوكول ناقص ولا الموضوع ليه أبعاد تانية؟ لا طبعا، الموضوع أعمق من البروتوكول. في علم النفس السياسي والاجتماعي، حضور القائد وقت الأزمات مهم جدا رمزيا. بيبعت رسالة طمأنة، بيقول للناس الدولة موجودة، حاسة بيكم ومسيطرة على الوضع. لما ده يغيب ويكتفوا ببيان مكتوب ممكن يبان جاف أو بعيد، ده ممكن يزود القلق أو الإحباط. الناس مش بس عايزة كلام، عايزة تحس بالمشاركة الوجدانية دي. والنمط ده، التواصل المكتوب بس، اتكرر تاني بعدها بكام يوم، يوم 20 أغسطس، ده اليوم الوطني للمجاهد في الجزائر. صدرت كلمة جديدة منسوبة للرئيس عليها توقيعه. فاكرة دي. والنص كان بيتكلم عن السيادة والذاكرة وكده، كلام مهم، بس برضه مجرد نص، لا صورة، لا فيديو، لا تسجيل صوتي. التكرار ده هو اللي خلى الناس تركز أكتر على غياب الرئيس نفسه بدل مضمون الرسالة. وهنا بقى بندخل في الدلالات السياسية للغياب. النقطة المثيرة هنا زي ما المصدر بيشير نقلاً عن تحليلات، إن الصمت المرئي ده، الغياب عن الشاشة، مش مجرد فراغ سلبي. لا، في السياسة الصمت والغياب ممكن يكونوا رسالة في حد ذاتهم، رسالة بتتقري وتتفسر. أحياناً واقع اللي مش بيتقال أو اللي مش بنشوفه بيكون أقوى بكتير من الكلام والصور. يعني حتى لو الرواية الرسمية المكتوبة بتقول إنه بيتابع وبيوجه، غياب الصورة بيفتح باب تاني خالص. بالظبط. الغموض ده سواء كان مقصود أو لا، هو اللي فتح الباب على مصراعيي للشائعات والتكهنات. طيب، إزاي بقى الفضاء العام، السوشيال ميديا تحديداً، اتعاملت مع الفراغ ده اللي سابه غياب الصورة؟ التفاعل كان سريع جدا وكثيف جدا، وده طبيعي في عصرنا ده. لما ما يكونش فيه رواية رسمية مرئية مقنعة، السوشيال ميديا هي اللي الناس بتروح لها عشان تملى الفراغ ده. فيسبوك، تويتر، يوتيوب، حتى جروبات الواتساب والتليجرام، كلها بقت ساحات نقاش كبيرة. أسئلة، تعليقات، تفسيرات، كل واحد بيقول حاجة. والهاشتاجات طبعاً. أكيد، هاشتاجات بتسأل عن الرئيس انتشرت بسرعة البرق. المصدر اللي معانا بيلخص أهم الروايات أو الشائعات اللي انتشرت وقتها. ممكن تقولي لنا إيه أبرز السيناريوهات دي؟ تمام. المصدر بيحدد 3 خطوط رئيسية للشائعات اللي كانت طايرة في الجو وقتها. تمام، المصدر بيحدد 3 خطوط رئيسية للشائعات اللي كانت طايرة في الجو وقتها. الأول،
وده الأبسط، إن الرئيس كان في أجازة خاصة، ممكن بره البلد، يمكن في ألمانيا زي ما اتقال، وإنه بس ما أعلنش عنها رسميا، وده احتمال وارد طبعا. السيناريو التاني، وده بقى اللي انتشر قوي، إن الرئيس كان مريض وبيتعالج، وبرضه ألمانيا اتذكرت كمكان محتمل للعلاج ده. أما الثالث فده الأخطر سياسيا يمكن. بالظبط. التالت كان بيلمح إن الرئيس غايب تماماً عن المشهد، وإن في ترتيبات تانية لإدارة البلد، وفي كلام كان بيتقال عن دور للمؤسسة العسكرية. والمصدر بيضيف نقطة مهمة هنا، إن شخصيات معارضة معروفة خصوصا اللي عايشين بره دخلوا على الخط واستغلوا الوضع ده. أكيد، طلعوا في تسجيلات صوتية ومنشورات وبيروجوا لفكرة إن الرئيس يعني بيستمتع بإجازته الخاصة والبلد في أزمة والناس بتعاني، وده طبعاً بيضيف بعد سياسي للصراع على مين روايتها هي اللي هتنتشر. بس ليه تحديدا شائعة المرض والعلاج في ألمانيا دي لقت الصدى الواسع ده؟ هو ده سؤال مهم فعلاً. هنا بنشوف إزاي الماضي بيأثر على الحاضر. السبب الأساسي زي ما المصدر بيوضح هو الذاكرة الجماعية القريبة. الرئيس طبون نفسه كان سافر قبل كده لألمانيا للعلاج في سنين فاتت. صحيح، حصلت قبل كده. فترة غيابه وقتها كانت برضو محل متابعة وقلق، فالسفر العلاج السابق ده خلى سيناريو إنه يتكرر تاني يبان منطقي وممكن لناس كتير، وده اللي ادى للشائعة دي مصداقية أكتر من غيرها. لكن والنقطة دي المصدر بيأكد عليها كتير، كل ده كان في دايرة الشائعات والتكهنات، يعني مفيش دليل ملموس واحد ولا تأكيد رسمي ولا حتى تسريب موثوق قال أي سيناريو من دول هو الصح وقتها. تماماً. اللي كان عندنا مفارقة واضحة جدا، صمت رسمي مطبق بخصوص الرئيس فين وإيه حالته، وفي المقابل بضة وصخب رهيب على السوشيال ميديا وفي بعض الإعلام. والمفارقة دي بتلخص أزمة التواصل في المواقف اللي زي دي. بالظبط. الفراغ المعلوماتي اللي بتسيبه السلطة الرسمية ده بيكون أرض خصبة للشائعات والأخبار المش متأكد منها. الطبيعة البشرية بتدور على تفسير، ولما ما تلاقيش رواية رسمية مقنعة وخصوصاً لو مش مدعومة بصورة، بتبدأ تملى الفراغ ده بأي سيناريو متاح، خصوصاً اللي ماشي مع تجارب قبل كده أو مخاوف موجودة أصلاً. فالصمت الرسمي ده بقصد أو بغير قصد هو اللي بيشجع إنتاج روايات تانية بديلة. طيب الإعلام الجزائري نفسه، الرسمي وغير الرسمي والدولي كمان، اتعامل إزاي مع الوضع ده؟ المصدر بيرسم صورة واضحة للانقسام ده. الإعلام الرسمي زي التلفزيون الحكومي ووكالة الأنباء كانوا حذرين جدا، اكتفوا بنقل البيانات الرسمية المكتوبة زي ما هي من غير أي خوض في التكهنات أو محاولة حتى أنهم يردوا على الشائعات بشكل مباشر. والأهم أنهم ما قدموش أي صور جديدة للرئيس ممكن تنهي الجدل ده. يعني التزموا بالخط الرسمي وبس. بالظبط. أما الإعلام المعارض بقى، خصوصاً المنصات اللي بتبث من بره أو اللي ليها نشاط قوي على الإنترنت، دول لقوا في الغياب ده مادة دسمة جداً. فرصة طبعاً. أكيد استغلوا الفراغ ده عشان يكثفوا الأسئلة والتحليلات والنقد. كل بيان مكتوب جديد، كل مناسبة الرئيس يغيب عنها كانت بتتحول لمادة تحليل، وغالباً بيفسروا الغياب ده كدليل إضافي على الاختفاء المرئي أو إن في أزمة بيتم التعتيم عليها. واللافت إن الجدل ده ما وقفش عند النخب السياسية والإعلامية بس، المصدر بيأكد إن السؤال عن الرئيس نزل للشارع بقى حديث الناس اليومي. وده صحيح جداً، والنقطة دي بتبين قد إيه الموضوع كان مؤثر. المصدر بيوصف إزاي سؤال وين راه الرئيس بقى موجود في نقاشات الناس العادية، في القهاوي، في الأسواق، في المواصلات. الغياب بقى حديث يومي، شغل حتى الناس اللي مش متابعة سياسة قوي. يعني تحول لظاهرة اجتماعية تقريباً. بالظبط. ناس بتردد الشائعات ممكن بسخرية زي راه في ألمانيا كالعادة، وناس تانية بتسأل بقلق وخوف حقيقي، وناس تالتة يمكن فضلت ساكتة مش عارفة تصدق إيه. والاهتمام ده كمان خرج بره الجزائر. أكيد. المصدر بيشير إن الصحافة الأجنبية كمان، صحف ومواقع دولية وخصوصاً فرنسية بحكم العلاقات التاريخية، بدأت تتكلم عن الموضوع. مقالات وتقارير بتتساءل عن سبب غياب الرئيس الجزائري، بعضها نقل التكهنات بحذر وبعضها اكتفى بنقل البيانات الرسمية بس مع الإشارة للغموض اللي حوالين الوضع. طيب لما موضوع داخلي زي ده يتحول لمادة إعلامية دولية، إيه تأثير ده؟ ده بيضيف طبقة تانية من التعقيد والضغط. أولاً بيزود الضغط على السلطات إنها توضح أو تنهي الغموض ده. الصمت اللي ممكن يتقبل داخلياً فترة بيبقى صعب تحافظي عليه لما الإعلام الدولي يبدأ يسأل. تانياً ممكن يؤثر على صورة البلد بره. الغموض حوالين صحة أو مكان الرئيس ممكن يتفسر كعلامة عدم استقرار أو نقص شفافية، وده ممكن يكون ليه تبعات دبلوماسية أو حتى اقتصادية. وكمان فكرة السيطرة على الرواية بتبقى أصعب جداً. في عصر الإعلام المعولم ده،
صعب قوي على أي دولة إنها تحتوي رواية معينة جوه حدودها، خصوصاً لو الرواية دي مثيرة للجدل وبتتعلق بشخصية عامة مهمة. وعشان نفهم ليه كل القلق ده حصل في الجزائر تحديداً، لازم نربط الحدث ده بالتاريخ الجزائري نفسه. المصدر بيركز على النقطة دي. وهنا بقى بنلمس جذر القلق الحقيقي. المصدر بيوضح إن الذاكرة الجماعية الجزائرية القريبة فيها يعني جروح من تجارب شبه دي في الماضي. البلد شاف فترات رؤساء سابقين غابوا فيها عن المشهد لفترات طويلة بسبب المرض. فترات بوتفليقة الأخيرة مثلا. بالظبط، وغيرها كمان. والمشكلة في التجارب دي ما كانتش بس الغياب نفسه، لأ، كانت في تبعاته السياسية. الفترات دي كان فيها فراغ سياسي أو على الأقل غموض كبير حوالين مين اللي بياخد القرارات فعلا، وده أدى لصراعات مش معلنة بين مراكز القوة جوه النظام، وانتشار شائعات كتير جدا عن مين اللي بيدير البلد من وراء الستار. التجارب دي خلقت حساسية خاصة عند الجزائريين لأي غياب طويل أو مش مبرر لرئيس الدولة. يعني الموضوع مش بس قلق على صحة الرئيس أو إنه ما حضرش مناسبة، لا، ده بيستدعي ذاكرة تاريخية مرتبطة بفترات عدم يقين وصراع داخلي. مظبوط تماماً. عشان كده بالنسبة لمراقبين ومواطنين جزائريين كتير، غياب الرئيس عن الظهور مش مجرد إجراء إداري أو مسألة شخصية، لا، بيتقري فوراً كعلامة سياسية محتملة، علامة ممكن تشير لسيناريوهات كتير بعضها مقلق بناء على دروس الماضي دي. الخوف من تكرار سيناريوهات الفراغ أو الصراع على السلطة أو عدم الشفافية بيخلي الناس يقظة وحساسة وقلقانة أكتر لأي إشارة ممكن توحي بعودة الأوضاع دي. ومع استمرار الغياب ده بدأت تظهر تحليلات أكتر بتحاول تفسر اللي بيحصل. المصدر اللي معانا بيلخصها في 3 سيناريوهات رئيسية كانت بتتقال كتير. أيوة، محاولة الفهم دي اتشكلت حوالين 3 تفسيرات أساسية. أيوة، محاولة الفهم دي اتشكلت حوالين 3 تفسيرات أساسية. السيناريو الأول، وده الأبسط زي ما قلنا، هو العطلة الخاصة، إن الرئيس قرر ياخد راحة بعيداً عن الضغوط والأضواء، وفضل ما يعلنش عنها رسمياً، يمكن عشان خصوصيته أو عشان يتجنب النقد. أيوة، محاولة الفهم دي اتشكلت حوالين 3 تفسيرات أساسية. السيناريو الثاني هو العلاج في الخارج، وده زي ما قلنا استند على سابقة السفر لألمانيا. التفسير ده بيقول إن في مشكلة صحية محتاجة متابعة أو علاج، بس الرئاسة اختارت ما تكشفش التفاصيل، يا إما عشان الخصوصية أو عشان ما يحصلش قلق عام. أما السيناريو الثالث فده مختلف خالص، الاختيار السياسي المتعمد. يعني إيه ده؟ السيناريو ده بيفترض إن الرئيس كان كويس وصحته تمام وموجود، لكنه خد قرار واعي إنه يقلل ظهوره الإعلامي جدا كجزء من استراتيجية سياسية. طب ليه؟ الأسباب هنا ممكن تكون كتير، يمكن عشان يسيب مساحة لمؤسسات تانية في الدولة تظهر وتلعب دورها زي الحكومة أو الجيش، أو يمكن عشان يعيد ترتيب الأدوار جوه هرم السلطة، أو حتى ممكن تكون طريقة عشان يوصل رسالة سياسية معينة للداخل أو للخارج عن طريق الصمت والبعد عن الأضواء. هنا الغموض بيكون مقصود وليه هدف. وضروري نأكد تاني زي ما المصدر بيعمل إنه بالرغم من إن كل سيناريو من ال3 دول، العطلة، المرض، القرار السياسي، كان ليه ناس بتدعمه وبتلاقي له مؤشرات، بس مفيش دليل قاطع حسم الموضوع وقتها. فضل الباب مفتوح للتفسيرات. وده حقيقي جدا. وبعض التحليلات بتقول إن الغياب أو الصمت في السياسة مش دايما معناه ضعف أو أزمة، ممكن يكون تكتيك استراتيجية، إنك تسيب الناس تسأل، تسيب خصومك يتجهنوا ويحللوا وإنت بتدير الأمور بهدوء من وراء الكواليس. الغموض ممكن يكون أداة للسلطة أحيانا عشان تخلق ترقب أو تربك الخصوم. بس الاستراتيجية دي لو كانت فعلا استراتيجية الصمت المحسوب، أكيد ليها مخاطرها برضو، صح؟ أكيد طبعاً، والمصدر بيوضح النقطة دي كويس. مخاطر استراتيجية الصمت أو الغموض الاستراتيجي كتير، أهمها هو إنها زي ما شفنا بتفتح الباب واسع قوي للشائعات والتأويلات الغلط، ومع الوقت بسبب التكرار والانتشار الشائعات دي ممكن تترسخ في دماغ الناس وتبقى كأنها حقيقة حتى لو بعيد عن الواقع، وساعتها بيبقى صعب جدا على السلطة تستعيد السيطرة على الرواية وتصحح المفاهيم. كل ما الصمت الرسمي طول، كل ما الرواية الرسمية لو جت بعدين بتفقد جزء من قدرتها على الإقناع. طيب، بعد كل العرض ده للأحداث والتكهنات والسياقات المختلفة، إزاي ممكن نلخص اللي حصل في صيف 2025 ده؟ إيه الخلاصة اللي بيقدمها المصدر؟ الخلاصة الأساسية إن غياب الرئيس تبون عن الظهور في أغسطس 2025 بغض النظر عن السبب الحقيقي اللي ما انكشفش بوضوح وقتها، الغياب ده نفسه تحول لحدث سياسي وإعلامي واجتماعي لوحده. القصة ما بقتش بس فين الرئيس، لأ، بقت كمان إزاي بلد كامل بيتفاعل مع غياب رئيسه.
القصة دي كشفت عن حالة جدل وقلق، ورجعت تاني أسئلة أساسية في الجزائر عن الشفافية والتواصل بين السلطة والمجتمع وعلاقة الحاكم بالمحكوم. كل ده والظاهرة التاريخية لسه فيها تجارب شبه دي زودت حساسية الموضوع. وفي الآخر بيفضل السؤال اللي بدأنا بيه متعلق: فين كان الرئيس؟ المصدر اللي اعتمدنا عليه مش بيقدم إجابة قاطعة للسؤال ده، يمكن لأنه مش عارفها، أو يمكن لأن هدفه ما كانش كشف السر قد ما هو تحليل الظاهرة نفسها، ظاهرة إن الغياب نفسه بقى هو الخبر. بالظبط. المؤكد زي ما المصدر بيختم إن قصة غياب الرئيس تبون في الصيف ده اتحولت لحكاية بحد ذاتها. حكاية رمزية عن بلد ساعات بيعيش في منطقة رمادية كده، بين الحقائق والشائعات، بين الرواية الرسمية الساكتة أو المختصرة والضجة الافتراضية العالية، بين حضور الدولة ومؤسساتها القوي وغياب صورة رأس الدولة دي عن المشهد. حكاية زي ما يبدو بتفكرنا إن السياسة مش بس اللي بيتقال ويتشاف ويتعمل قدام الكاميرات، السياسة كمان هي اللي بيتخبى واللي مش بيتقال واللي بيتساب للتفسير واللي بنستناه وما بيظهرش، مش بس اللي بنشوفه بعينينا، لا كمان اللي بنتوقعه ونستناه ومش بنشوفه. وهكذا بناء على مصدرنا اللغز بيفضل موجود حوالين الظروف الدقيقة للغياب ده. هل كانت مجرد أجازة صيف عادية بس توقيتها أو إدارتها إعلامياً كانت غلط؟ ولا كان قرار سياسي مدروس لأهدافه؟ ولا كان فعلاً مؤشر على وضع صحي أو تطورات تانية أعمق جوا دايرة السلطة وفضلت سر من أسرار الدولة؟ النص بيسيب الباب مفتوح لكل الاحتمالات دي من غير ما يحسمها. وده بيسيبنا مع فكرة أخيرة ممكن نفكر فيها. في عصرنا ده، عصر الاتصال الفوري والمعلومات المتدفقة وتوقعات الشفافية العالية، إيه معناه فعلا لما قائد سياسي مهم يختار الصمت أو يختفي شوية عن الأنظار؟ وإيه مسؤولية الجمهور والإعلام في التعامل مع الصمت ده؟ هل لازم نسارع نملى الفراغ بالتكهنات والسيناريوهات، ولا في قيمة إننا نصبر ونستنى لحد ما الحقائق تبان، ده لو بانت أصلا؟ سؤال معقد بيعكس تحديات التواصل السياسي في زماننا ده.